السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب ان شاء الله طيبين. النهاردة ان شاء الله مع بعض عايزين بقى نعمل حاجة حلوة. احنا بقالنا كتير ما عملناش اي حاجة حلوة، فنعمل النهاردة ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، ده جلاش ومحشي من جوه ايه، هنشوف دلوقتي مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله الحاجة جميلة والصينية مستوية حلو، ويعني الصراحة حاجة حلوة يعني تفتح النفس كده. فاحنا بقى عايزين نشوف ان شاء الله الحاجة دي اتعملت ازاي. نقول بسم الله ونبدأ. هنا اول حاجة انا جبت عندي مش نص كيلو بسبوسة، هو يعتبر ربع يعني، ما مش النص كيلو كله. حطيت عليه ورقة فانيليا كأنك بتعملي بسبوسة عادية خالص. هنا كان عندي نص كوباية زبادي حطيتها عليه. بعد كده طبعا بتحطي زبادي، ما عندكيش زبادي ممكن تحطي كوباية لبن، مفيش مشكلة. وحطيت هنا حوالي 4 5 معالق سكر. بعد كده بنبدأ بقى نحط نص معلقة بيكنج باودر، علشان تبقى البسبوسة بتاعتي خفيفة وحلوة وفيها فراغات، ما تبقاش مكتومة كده. بعد ما بنحط الحاجات دي كلها على بعضيها، بعد كده بجيب نص كوباية زيت او معلقتين سمنة اللي يعجبك، وبتبدأي تخلطي كل الحاجات دي مع بعضيها كويس قوي. هنا معلش اعذروني، انا بصور والتليفون كان بيفصل مني الشحن وكده، فمعلش انا، فهتلاقوا يعني ان انا في خطوات سرعت فيها. فهنا بخلط ده كله مع بعضه، بيبقى خليط متجانس كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بحط عليه الزيت، وبرضو بقعد اقلب فيه تاني كويس، وبدخل الزيت في كل مكونات البسبوسة، عشان طبعا تطلع معايا ناعمة وتطلع معايا حلوة، ما تبقاش ناشفة من جوه. بخلط الخليط ده كله مع بعضه كده، المكون ده كل المكونات دي كلها مع بعضيها. وبعد كده بجيب يا اما الخطوه دي بقى اللي هي وقعت انا ما لحقتش اصورها، يا اما بجيب كوبايه لبن او نص كوبايه لبن وعليها نص كوبايه ميه وبخلطها على بعضيها. وبعدين بعمل البسبوسه وبدخلها الفرن تستوي عادي. هنا بجيب لفه الجلاش، بدهن الصينيه سمنه، وزي ما قبل كده عملنا مع بعض الجلاش انا برصه في الصينيه. بيبقى آه يعني انا بعمله في صينيه مدوره، فطبعا ببقى سايبه جزء من ورقه الجلاش بره. وهنا بدهن بالزيت عادي. وبعد كده بتدهني زيت او بتدهني سمنه مفيش مشكله. وبعد كده بكون عملت البسبوسه، بطلعها من الصينيه بتاعتها، وبحط عليها بقى اي مكسرات عندك، زبيب، جوز الهند، سوداني، اي مكسرات انت عايزه تحطيها بحطها على البسبوسه وبحطها في النص، بيبقى ده الحشو بتاعي بتاع صينيه الجلاش. وبعد كده بقفل عليها كويس. بقفلها كويس، وباجي على اخر ورقة في الجلاش، اخر ورقتين تلاتة في الجلاش بحطهم وبدخلهم من تحت الجلاش دوت عشان تديني شكل الصينية المدورة. وبعد كده طبعا ما بنساش ان انا لما بلف الورق كده لازم بدهنه بمادة دهنية عشان يبقى الورق معايا مورق، ما تبقاش الصينية مكتومة، او الورق يبقى معجن لما احط عليه الشربات. لا، ببقى دهنه اي ماده دهنيه كده عشان الورق بتاع الجلاش يبقى معايا مورق. بعد كده بمسكها بقطعها زي ما انتوا شايفين كده، على حسب بقى انت عايزه تقطعيها ازاي. فهنا قطعتها كده زي ما انتوا شايفين على 8 اجزاء كده. وبعد كده بحطها في الفرن. الاول انا بحطها حوالي 5 دقايق على الصاجة من تحت، ما بحطهاش على الشبكة، لحد ما بيبدأ القعر بتاعها يا دوبك يعني ياخد لون كده بسيط، وبعدين بروح رافعها على الشبكة وبسيبها بعد كده تاخد السوا بتاعها كويس قوي. وبعد ما بتاخد السوا بتاعها بلاقي وشها احمر. لو لقيت الوش بتاعها مش محمر قوي، ممكن تقيدي الشبكة، الشواية اللي فوق، بتقيدي الشواية شوية. وطبعا تبقي واقفة قدامها، لان الجلاش بالذات ما بيتحملش، يا دوبك بتاخد لون كده، طبعا من تحت بتبقى مستوية. واول ما بتطلع وهي سخنة بيبقى طبعا الشربات عندك بارد، انت عاملاه من بدري، وانا فعلا كنت عاملاه من بدري، كوبايتين سكر على كوبايتين مية يغلوا، السكر يدوب، بحط عليهم نص ليمونة. بعد كده انا عايزاها تبقى طريه، بعد ما حطيت لها الشربات انا عايزاها تبقى طريه، فحطيتها في الفرن وهو سخن، طبعا كنت طفيت الفرن، فحطيتها في الفرن والفرن لسه سخن عشان تطلع معايا مقرمشه من فوق ومن جوه تبقى طريه. وبكده تكون صينيه الجلاش معانا بالبسبوسه خلصت، ويا رب تعجبكم. واتمنى بقى اذا كان الفيديو عجبكم ووصلتوا لحد هنا، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والكومنت. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعل ايامكم كلها حلوه، ايام كلها سعاده، ايامنا وايامكم باذن الله كلها تبقى حلوه وسعاده وفرح وسرور، وربنا يعيد علينا الايام بخير ان شاء الله.
ما تنسيش حبيبتي في اللايك والكومنت والشير والتعليق، واترككم في رعاية الله. مع السلامة.